اللي حصل بقى ايه يا استاذ؟ اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى بعت العربيه، اول عربيه تويوتا ربع نقل تبع الامداد والتغذيه. برقد الجربنديات هنا، برفع جسمي كده عشان العربيه دي كانت خارجه من بوابه الامن قبل الاتوبيس بدقيقتين او دقيقه ونص. برفع عشان ارفع الجربنديات عشان اتمكن من الرقود. لمحني دماغي سمره فوق الكنر الحديد، داس بنزين، فارتميت على البندقيه. طلعت البندقيه وبغريزه التوجيه نشنت على وش العربيه دفعه تانية في الباب من تحت، دفعه ثالثه كملت معاه وانا بلف اسطوانه. وهو في ال25 متر خلصت الخزنه، بغير الخزنه في ال25 متر عربيه تانية طالعه جايه عدت الملف وطالعه. العربيه دي جيب مجهز شفر 2 جهاز. ال2 جهاز في اللغه العسكريه احنا عارفين ان هي تبع مخابرات جيش الدفاع الاسرائيلي. سرعتها تذكرت قول الله تعالى وما رميت اذ رميت، لان انا ما لحقتش انطقها ولكن الله رمى. تذكرتها وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ونشنت على وشه دفعه تانية، دفعه في وش العربيه على مسافه 4 متر. وقفت. طلعت من مكاني في العمل العسكري اسمها هجوم وأغارة، تطهير من خلف العربية، لأن أنا قاعد كده اللي يهاجمني من هنا لغاية هنا أنا صيده بالراحة، إنما اللي يهاجمني من هنا عبال ما ألفله كده صعبة جدا. فأنا بجيله من إيه؟ من ورا، اللي هي التطهير والأغارة. بخلص بالبندقية، ببص طلقة وبوز البندقية في الإزاز، طلقتين تأكيد. هو ماسك كده الرشاش العوزي وماسك كده أكرة الباب، طلقتين تأكيد هنا. لفت له بعد ما اديته طلقتين تأكيد، لقيته عميد في مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. ده بعد كده عرفت ان هو 1 من 5 في مفاعل ديمونة النووي. ربنا أكرمني، رجعت مكاني الباص الأولاني بتاع الفنيين والعساكر. نشنت عليه، تذكرت قول الله تعالى وقلته، ودخلت السواق في مسطره متدرجه. هو هياخد بقى الايه السيناريو اللي انا رسمه. بس كانت الخطه ان لو الاتوبيس ده عدى، لان هم اتوبيسين، واحد فنيين وعساكر وواحد ضباط، فباينين الاتوبيسين. لو جه الاول اتوبيس الفنيين والعساكر هسيبه يعدي علشان ما يشغلنيش وما تشغلش معاه، انا عايز اتوبيس الضباط. بس مع وجود دول ما ينفعش اسيبه يعدي. نشنت عليه، ضربت، عدى بيني وبينه، مكمل معاه الخزنه قص. بعد ما دخلته في مسطره متدرجه للرمايه، غيرت الخزنه وطالع من مكاني، اديته طلقتين تاكيد بعد ما اترمى قدام وش مني على الارض. لا انا اتفضل كملي، وعايز اعرف راح ضحيتها قد ايه العمليه دي؟ العمليه بعد كده جه اتوبيس طبعا الضباط، فاهماني؟ بعد اتوبيس الضباط اشتبكت بقى مع اول اتوبيس الضباط في حركه، وهي استقطاب خصم في نص العمليه، لان انا كنت مكشوف في نص الاسفلت جنب العسكري الاسرائيلي، وببص لقيت الاتوبيس ظاهر في نص الاسفلت. فتصرف سريع، انا لو نطيت الناحيه دي او نطيت الناحيه دي هيكتشفوا امري، الاتوبيس هيرجع ريفيرس لورا، هيختفي عني وبعدين ينتشروا، مش هقدر عليهم، مش انا عايز المهم كلهم جوه الاتوبيس. فتظاهرت ان انا مصاب. استخدمت موقع العربيه الجيب وموقع الاتوبيس اللي مايل كده بالعرض ان انا مصاب، ورحت مميل ايدي ورا ظهري، مخبي البندقيه في استقامه رجلي وداخل عليهم بعرج فاطمنوا وقربوا. نزلوا المنزل، بقت المسافه بيني وبينهم يعني تسمح لي ان انا افرق لون لبسي ولبسهم، ورحت هاجم عليهم ضارب. اشتبكنا مع فرد الامن، خلصت على الاستاف اللي قدام كله، اشتبكت مع 7 ضباط، اشتبكت طول الاشتباك وخلصت معاهم 7 خزن. وربنا اكرمني وانا في حركه التفافيه، جبت بقى لقط العسكري الاسرائيلي العجل اللي كان اساس الحكايه اللي كلها. كان اساس الحكايه كلها، وجبته وربنا اكرمني واديته في جسمه الصفه التشريحيه. بعد كده جاي 16 طلقه، منهم 11 طلقه في منطقه القلب، لان المسافه بيني وبينه 3 متر. هو فوجئ بيا من ورا العربيه طالع، لان انا في حركه التفافيه وواحد زميله بيصرخ اهو. هو خد رده الفعل بتاعت العربيه كده، رحت انا يا دوب حاطط البندقيه في صدره ومفرغ فيه الخزنه كامله. يعني انا عارفه انه مات في الحكايه دي 21 جندي. 21 ما بين جندي وظابط، واصابه 20
وربنا اكرمني ورجعت وتمكنت من الرجوع. وانت ما بعده. كانش في ولا اصابه بالنسبه لك يا استاذ لا أيمن؟ انا كان في طلقه واحده هنا لسعه واخدها من فرد الامن الاسرائيلي. اللي كان في الاول. دي كان بعد في اول الاتوبيس الثالث كويس الرابع. وبعدين ورجعت تاني على رجعت بعد الجانب ما حصلت المصري. الدوريات اللي هنا اللي هي بتأمن الاتوبيس ورا خافوا يجوا على الاسفلت، واللي الناحيه دي جريوا مني. فتخيلي ان انا عسكري مصري بجري ورا العساكر الاسرائيليين وهم معاهم سلاح وبيجروا قدام مني على الاسفلت، ولكن كان طلوعي وراهم الدوريات دي تكشفني اكتر. فبقيت محاصر شبه في حاجه اسمها كماشه وانا في النص، هم عايزين يقفلوا عليا وانا بجري بفلت منهم ناحيه الجانب المصري. انا كان كل هدفي ان انا اجري وهيسيبوني واصاب واموت على الأرض داخل المصرية. الحدود المصريه.